إيه الأخبار عاملين إيه؟ خليني أقولك حاجة ممكن تضايقك شوية. النجاح مش دايما بيبان. إحنا اتعلمنا إن النجاح لازم يبقى واضح وأرقام وفلوس ومتابعين وتسفيق وناس تقول برافو. لكن في نوع تاني محدش بيصوره خالص ولا بيحكي ولا بيتكلم عنه. نوع بيحصل وانت لوحدك. وأوقات النجاح الحقيقي محدش بيشوفه غيرك. واحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. في نجاح إنك تقوم من السرير وإنت مش طايق اليوم أصلا بس بتقوم. وفي نجاح إنك تسكت بدل ما ترد علشان ما تخسرش حد. وفي نجاح تاني خالص إنك ما ترجعش لطريقة قديمة كنت بتأذي نفسك بيها. مفيش حد هيقولك مبروك على الحاجات دي بس هي بتفضل تتراكم معاك. وأوقات اللي بتعدي بيها في هدوء أكبر من أي إنجاز بيتشاف. يعني من الآخر كده النجاح دايما بيبقى في صمت. اشتغل على نفسك، حقق نجاحك، وحقق كل حاجة انت ممكن تتخيلها وكل حاجة انت بتحلم بيها. صدق نفسك وصدق حلمك وامشي وراه وبإذن الله هتنجح. والمفاجأة هنا ان احنا بنقيس النجاح بحجم الصوت. كل ما كان اعلى تحس انه اهم. لكن الحقيقة ان النجاح اللي بيعيش هو اللي بيحصل بهدوء. واللي بيغيرك من غير ما يغير شكلك. ووقت اللي محدش واخد باله منه هو اللي فارق فعلا. الناس بتستنى اللحظة الكبيرة بس مفيش لحظة واحدة كبيرة. في أيام صغيرة بتتجمع وتبني حاجة أنت نفسك أصلا مش واخد بالك منها. ويمكن بعد سنة تبص ورا وتقول أنا بقيت حد تاني من غير ما تحس إن في يوم معين كان اسمه النجاح. وأوقات التغيير البطيء أنضف من القفزة المفاجئة. وخليني أقولك إن في ناس بتستنى النجاح يشبه غيرها. لكن يمكن نجاحك مش شبه أي حد خالص. يمكن نجاحك أنت إنك هديت بس بدل ما تكون مندفع على الفاضي. ويمكن انت بقيت تختار بدل ما كنت بتجري ورا اي حاجة كده وخلاص. بقيت بتختار وتتأنى وتختار طريقك الصح. وانك فهمت نفسك بدل ما كنت بتهرب منها. ومفيش صورة قبل وبعد بس فيه هدوء اكتر. واوقات السلام نوع من النجاح محدش بيحتفل بيه اصلا. واللي محدش قالهولك عن النجاح ان مش دايما هو قفزة. اوقات بيبقى ثبات بس مش دايما انك توصل لكن ما ترجعش لنقطة اسوأ. ولو حسيت انك مش ناجح يمكن بس انت بتقيس غلط. الحلقة الجاية هنحكي عن المقارنة. ليه بنبص على غيرنا وننسى نشوف نفسنا؟ اللي محدش قالهولك عن المقارنة الحلقة الجاية. يلا سلام.